قبل ما تدخل الاستثمار العقاري لازم تفهم كويس قوي الثلاث دوائر دول. اول دايره معانا الانتري بوينت، ودي معناها توقيت دخولك في المشروع. اي مرحله بالظبط انت بتدخل فيها المشروع وبتسال نفسك بعض الاسئله: هل المشروع اوف بلان؟ هل الاسعار اندر فاليود؟ والمستثمرين الشاطرين والاذكياء هم اللي بيدخلوا في المراحل المبكره من حياه المشروع، علشان في المرحله دي بيحقق اعلى عائد استثماري. تاني دايره الاكزيت بوينت، ودي توقيت خروجك من المشروع. هتخرج من المشروع امتى؟ في اي مرحله بالظبط؟ هل هتبيع قيد الانشاء ولا هتبيع على التسليم؟ ثالث دايره هي بلان بي، لازم يكون عندك خطه بديله، بلان بي، بحيث ان انت لو ما عرفتش تبيع المشروع زي ما انت مخطط قيد الانشاء او عند التسليم، هتقدر ان انت تاجره. فلازم تسال نفسك: هل المنطقه اللي انا بستثمر فيها طلب ايجاري ولا لا؟ بحيث ان انت يبقى عندك كل الحلول. ودي بلان بي اللي بتفرق مستثمر ذكي عن واحد بيضارب في العقارات. الخلاصه: العقار مش بس لوكيشن ولا مساحه، العقار هو خطه فيها وقت الدخول وقت الخروج، وعندك خطه بديله في حال تغيرت الظروف. ولما بيتحقق الثلاثه دول واضحين بالنسبه لك من البدايه، الاستثمار هنا بيكون استثمار ناجح وامن.